السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سريع جدا. طواجن سريعة جدا، عزومة سريعة ومفاجأة جدا جدا. طواجن فلاحي، طواجن صعيدي في الفرن. آه، عزومة ابني وأصدقائه. ما شاء الله، هو صور بقى كده لأن ما حرمني إن أنا أطلع ولا أصور. كل ما أحط أكل على السفرة ياكلوه قبل ما يطلعوا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الحاجة الحلوة دي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عملت بقى، كان عندي هنا كيس لحمة سلايز كنت هعمله شاورما طلعته، وكيس كنت هعمله بفتيك طلعته، وكيس كنت هعمله طبخة كده مكعبات طلعته. وعملت كمية بصل وفيرة قطعتها، وتوم وكزبرة حب وطماطم كانت عندي متجمدة في الديب فريزر. عملت ايه دلوقتي؟ حمرت اللحمة على اساس ان هي تتشمع. وبس للأسف ان الكاميرا كل ما اجي اصور بتفصل معايا من البخار. وبعد كده هنزل بالبصل. اللي حصل ايه بقى، ان عندي ابني كان عنده حصة درس بعد المدرسة. المهم المدرس اعتذر، فبالتالي المكان اللي كانوا هيروحوا فيه الولد كان عنده حصة في مكان تاني، فقالوا بقى شوفوا مكان غيري خدوا فيه الدرس ده. فجه علينا احنا الدور يعني، او ان احنا ياخدوا عندنا الحصة والدرس. فابني قال لي يا ماما احنا طالعين من المدرسة وجعانين جدا وهما بيأكلوني بصراحة وانا عايزة اعمل لهم اكل. طلعت بسرعة كل الحاجة اللي عندي. ما كانش عندي خضار لان احنا اخر الشهر وكده. شايفين الطماطم لما متجمدة ايدي بقى وقفت من كتر ما انا بقطع الطماطم التلج دي. وبعد كده هسيبها ان هي حطيت الثوم والكزبرة المفرومين على البصل واللحمة بعد ما اتشربت مع بعض. وهسيبهم ياخدوا تقليبة بسيطة كده بحيث ان التوم برضو يستوي، وهنزل بباقي الطماطم اللي انا قطعتها. المهم كان مع اصحابه دول يوتيوبر مشهور. فطبعا ابني يعني قال لي اوعي يا ماما تصوريه، اوعي هو جاي يعني ضيف عندي وبلاش تحرجيني. وانا برضو احرجت يعني اصون كرامتي ومرضتش ان انا اصوره ولا انزل ولا الكلام ده كله. يعني حسيت ان هي هتبقى استغلال وهتبقى وحشة في حق ابني يعني. المهم عملت طبق رز مع الاكل ده. عملت الرز ازاي؟ حمرت الرز. شايفين الصلصة اللي انا بحطها على الرز دي كانت آه، تتبيلة فراخ او بهاريز بتاعة صينية فراخ كنت عاملاها قبل كده وزادت عندي فشلتها في الديب فريزر. إذا كانت الوصفات السريعة جدا والأفكار السريعة جدا عجبتكم تضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقولوا لي في الكومنتات كنت غلطانة ان انا ما صورتوش ولا كنت صورته بقى واخدت عليه مشاهدات.